10%. أنا جايتكم من المستقبل لا تسوون اللي أنا سويته. أقدر أناظر نفسي. إيش هذا الشكل؟ أن أحد جايب مسطرة. ما أقدر. أنتم ما شفتوا ترى، هذا مرة شيء بسيط. ما شفتوا اللي سويته أنا ما أقدر أتخيل إني أنا كل هذا شلته. صاير كدمة. يعني أنتم تخيلوا، أوكي تخيلوا كذا أنا أسوي كذا. ما عندي مشكلة في الأشياء البسيطة اللي أنا شلتها، لا وشوفوا هنا شلت أكثر من هنا. هذه يعني أنا ليش؟ شوفوا آخر نقطة هنا، تمام؟ هذا كله شلت نص. ما أدري كأنه مو أنا. صرت شريرة. ما أقدر. دقيقة أرجع الشكل. صرت أفتح صوري اللي أنا فيها هذا وأقول ليه أنا سويت كذا. لا تتخيلون من متى أنا ودي أشيل البيبي هير. هذه ما كانت بيبي هير عاد، يعني هاي شعرة هذه من غرتي. تخيلوا من غرتي رحت قصيتها وشلتها. مو أنا يوم سوي عملية تجميل في خشمي أهون من هذه، ما أمزح. يوم شالوا الجبيرة ترى ما انصدمت، عادي شفت شكلي، بالعكس الحمد لله تقبلت. هذه يوم شلتها ما أدري تفقدين هويتك. مثلا حلو هنا شوية نظافة، بس هذه السحبة هذه اللي ما أدري شلون. الملح فهمتوا؟ الجاذبية، تروح الجاذبية يعني. هذه والشعرات هذه كأنها اكسسوار الوجه. أنا كنت مرة أحب أرفع شعري، من الحين ما أقدر أرفع شعري. مو طبيعي فيك. شايفين؟ لا. مو كان مثلا دائري وخليته دائري، أنا كان تذكرونها هذه المثلثة. مستحيل هذه مو أنا. لا تدرون إني كنت بشيل حتى هذول، هذا هنا لا ماني طبيعية. هالجهة شوفوا أنا شلون شلتها. انتوا يعني شوفوا إذا مثلا سويت كذا، شوفوا ليه استفدتي؟ لا اسوي كذا. اعوذ ما ادري، لا ما تقبلت ابدا. يمكن لو انا شايله يعني على الاقل خليت هنا. اليوم صحيح انه قلت ما ابي اشوف. مره لا. ايش هذا؟ انا ما ادري اذا احد يحب كذا يروع. انا بالنسبه لي مو حلو. راحت الجاذبيه، راح الملح. يعني اوكي صار عندي جبهه، اوكي ما ادري، مو شخصيتي، ما هو مناسب لي ابدا. بنات يسمونه حجاب الصبابات. يا حلوه على الصبابات بس تعالوا شوفوها علي. اسفه ساره، هذه مو انتي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شلون جزيتها؟ السلام عليكم ورحمه الله. مو شخصيتي، ما احب اكون مو انا. ما ادري شلون اشرح لكم. في جزء من النص مفقود. طيب كذا منطقي عادي، احس اني طبيعي. وقولي كذا. اعوذ بالله، مساحة الوجه تروع صارت يا كبرى. هذا شكل اجل ذا امر. هذا طبيعي. اخ يا سارة، ليش يا امي، ليش يا حبيبتي تسوين كذا في نفسك؟ ليه؟ في بعض الأحيان يندم الإنسان على أفعاله ويتراجع عنها غير الطريق الذي سلكه سابقا.
هاي بنات، كيف حالكم؟ طبعا انا انسانه ما احب الاشياء اللي تاخذ مني وقت طويل، واحده من هذه الاشياء الميك اب. ما احب الميك اب ياخذ مني وقت طويل، مو دائما بس يعني اغلب الوقت بشكل يومي ابغى شيء يختصر لي كل حاجه. فعندي برودكت راح ينزل ان شاء الله قريبا جدا يخلص لي الميك اب في ثواني. هذا الليب تنت تمام، اقدر استخدمه في الميك اب كامل. اولا على الشفايف، اللون هذا يجنن بنات. ثانيا انا استخدمه على خدودي، احب قد ايش قاعد يندمج، يعطيني لون يجنن ودمجه حلو وفيه لمعه تجنن. ويعجبني انه ما يسوي خط، يعني حتى لو تلقائيا على طول حطيته على الخد ما دمجته في الفرشه قبل برضو حلو. حطه على العيون بنات، هذا يبقى لك طول اليوم. كل هذا خلصته في منتج واحد بس. أهم درس تعلمته في عالم الأعمال أنه ما يصلح تظهر شخصيتك 100% في البزنس، لأن في النهاية أنت لما تيجي تسوي البزنس أول ما تفكر فيه العميل والشخص اللي أنت قاعد تخدمه او اللي قاعد تقدم له المنتج او الخدمه. فانا دائما اقول اللي يبغى يظهر شخصيته لا يسوي بزنس، اللي يبغى يظهر شخصيته يروح يسوي مثلا عمل فني، يصور فيديو. اعتقد انه هذا اكثر شيء تعلمته صراحه في البزنس. لا تجبر ان ارائك تكون صح، خصوصا اذا عندك شركاء. وجود الشريك معاك يخدمك كثير اذا انت اخترته بالطريقه الصحيحه. النصيحه تمنيت ان احد يقولها لي قبل لا ابدا اي بزنس، انه مو دائما النجاح حليفك، وانه مو دائما توقعاتك صح. قد تفشل وقد يكون فشلك جامد. ادرس المشروع بكل الجوانب. يعني موضوع البزنس اكثر من انه مشروع وبيع، يعني سلعه وابيعها واسوق لها او اروج لها. لا، هو مشروع كامل متكامل، يعني جهات مره كثيره تدخل في هذا المشروع. هاي جايز، كيف حالكم؟ يلا get ready with me علشان خلوني بس اقول لكم واشرح لكم الابديت الاخير اللي ماخذ كل وقتي حاليا، البيت. خلوني اقول لكم كيف قررنا ننقل من البيت. اوكي تمام. طبعا صارت فقرة نقلة البيت فجأة، ما كنا مقررين ان ننقل، ولكن انا بكل امانة يعني أكون صريحة معاكم، أنا تعبت، أنا مو مرتاحة في البيت. لكن البيت الأساسي اللي حنا جالسين نستعد له ما حيخلص إلا تقريبا نهاية السنة أو السنة الجاية. فقررنا ننقل بيت مؤقت لين ما ننقل البيت الأساسي. عموما أنا أستخدم نوعين من المحدد، من محددات سكراء. أحب اسبريسو وأحب هذا، دقيقة نسيت اسمه، شو اسمه ما شاء الله، نود. بعدين أستخدم الليب بالم اللي هو المرطب وملمع الشفائف. مرات استخدمه حتى ككحل للعيون ياخذ العقل. دقيقة بس بزيد هذا النود شوي. خلصنا يا بنات. ما لبست اكسسواراتي. الرسالة اللي أوجهها لأي أم جديدة، استمتعي. طبيعي تكونين خايفة هل بنجح في تربية هذا الطفل ولا لا، بس بقول لك إذا أنت أم لأول مرة ركزي على نفسك ان انت تكوني سعيده ومرتاحه ومبسوطه. صدقيني الطفل هذا بيكون اسعد طفل في الدنيا. هل في شيء فقدته من نفسي لما صرت ام؟ فقدت الطلعات، فقدت السهرات، بس في المقابل انا كسبت احلى شيء في حياتي، كسبت امومتي، كسبت وقتي مع ابنائي، كسبت احلى وقت. يعني انا بالنسبه لي الساعه اللي اقضيها مع عيالي احلى من اي سفره بالعالم مثلا. البيت الحين ما باقي الا سكر اللي ما جبتوه. سكرة ولا شافت الدنيا ولا تدري احنا وين. ابشركم سارة والله يا حلو الثوري، يا حلوها. بسم الله ما شاء الله لا قوة الا بالله. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. ترى ذكرنا ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف عليك من طبعا ذكرى. بعد طبعا على مين عليك. بعد؟ ألف من ذكرى، تقول امي ألف من ذكرى. يا فتحي يا ذاكرتي. شكلك بتداومين يا دوام. سارة كل ما زالت الجلسة قالت ها لازم اقصره. كلمة مريم ناديها اي ناديها كلموا لنا حميدة تتقهوى معانا. ابد هذا الشاي، شوفوا الشاي والقهوة والمعجنات موجود. شعر سارة، قلت لها انا ما اقول لك عن سارة، انا اقول لك واحدة في سني شعرها ما شاء الله ما تغير ولا طاح. قالت لا شعر
بار تشتري ما بار. والله ولا زين. قصدك كنتي فناجين قهوة عربية؟ اي امي تقول والله تقول خالتي بعد. قسم بالله. هي